ازيكم؟ مرحبا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم عمر من قناة نورمال عمر. والنهارده فيديو جديد من لعبة اي اف سي 24 من سلسلة من الصفر. وقبل ما نبدأ اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ على طول. مبدئيا احب اقول لكم حاجة بس كده. شايفين اللاعب ده؟ ربنا ياخده. بس هو كده، بس يا ربنا ياخده عشان خسرني نمط التحدي. حرفيا زبالة زبالة زبالة. ربنا ياخده. بس بما اني خلاص يعني جمعت فلوس المسار ده. انا غبي جدا لان صرفت 150 هنا و150 هنا و150 هنا. كان ممكن افتح بيهم مسار تالت اصلا. انا كنت ممكن اخلص لحد هنا في المسار ده، بس الغباء بقى. فعلى طول يلا بينا من غير ما نطول عليكم. يلا بينا نفتح الباكا من 80 ل 94. وانا مش طالب حاجه كبيره، انا طالب بس رونالدو او اي لاعب اس تي يفكني من الحيوان التاني. فيلا بينا على طول نبدا، وبسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب الباكا على الفتحة الأولى، على اللمعة الأولى يا رب. طب ربنا ياخدكم يا رب. يعني ربنا يبتليكم بمصايب يا شركة ايه. يعني أنا مضيع وقتي كله عشان في الآخر يطلع لي لاعب 80. ايه ده؟ حلو اللعب ده. اه ده 3 ساعات أصلا، لا يبقى زبالة عادي. 3 ساعات. ده وحش أصلا. سي دي ام، بورتنجينو، فان نستروي. عادي عادي يا جماعة. المهم اللي أنا عاوز لاعب بدل نيمار. اللاعب ده اللي هو ده، أيوه، عشان ده برضو جاب لي شلل ضوئي، وانا حرفيا مش طايقه اكتر من كده. يعني هو لو قعد معايا اكتر من كده احتمال يعني ابدا اقول كلام وحش واخرف كتير. فاحنا كده كده هجيب ار دبليو، فانا بفكر ابيع تيفيز اول ما يغلى كمان شويه. ابيعه واشوف لي لاعب، اي لاعب نضيف بقى اجيبه يعني بالفلوس اللي هتبقى معايا كلها. فانا مش عارف صراحه اجيب مين. في الحكومه كريم بنز، كريم البنز. بس مشكلته اللي هو 4 نجوم، وانا عايز لاعب 5 صراحه. تعال نحط لاعب 5 نجوم 5 نجوم مهاره. ونشوف بقى اللعيبه كلها الموجودة في اللعبة ال5 ستار. في مبابي، في مش عارف مين تاني صراحة ممكن اجيبه. شينولا مشكلته اللي هو ضعيف في الاوفر، قصدي ال ام، وانا مش عارف اجيب ال ام صراحة. اعمل بيه ايه؟ كده كده انا هجيب فينيسيوس. في ريبري، في زياش كده 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 هجيب لاعب اصلا بداله. فانا صراحة عايز وسط يعني. مفيش لعيبة وسط كتير. 5 زيكو على تاني. تعال نشوف قائمة المراقبة الخاصة بيه، نشوف أي لاعب اتشال كده، أي حاجة زائد قل وكده يعني. ده 3 ساعات. ممكن موريانتس. ممكن أجيب الحكومة 4. مش عايز أعرف هو بيقف في ال اس تي بيقف قد ايه. فتعالى نشوف أي لاعب معايا هجوم مثلا سي اف. مثلا نخش كده مثلا على الولد الهبل المتخلف الحيوان الزبالة ده. عندنا أي سي اف. نكتب سي اف. المركز سي اف. وهتقولي مش معاه أي سي اف مش معاه سي اف. فانا مضطر. فاحنا هنخش دلوقتي نفتح الباكات، لو طلع لنا اي لاعب نخش نبيعه، وممكن نجيب مثلا نشوف لنا لاعب بقى نجيبه صراحه. انا عايز خط وسط، او ممكن اغير التشكيله كلها تاني يا جماعه. اي نعم التشكيله دي مساعداني كويس، بس برضو التشكيله مش حلوه. فانا هغيرها دلوقتي زي ما تشوف دلوقتي. هخليها 4-3-3. ممكن اخليها 3-4-3 هجوميه. مسطحه قصدي دي. 3 المدافعين. ممكن دي تبقى حلوة اكتر يعني. لا برضو مش حلوة خالص. مش لطيفة. فممكن نلعب بتشكيلة. عايز اي تشكيلة 5 دفاع. 5-2-2-1. فيها مشكلتها برضو مشكلة عويصة برضو. يا جماعة ننزل بيلينجهام و وريني البودلة. ننزل الحيوان ده ونعمله كده. بقت 82. جاب فيها ال دبليو بي قليل قوي، فمش هينفع برضو لان التشكيله دي فيها ال دبليو بي وار دبليو بي. دي ال دبليو بي برضو نفس الكلام. ممكن في تشكيله تحت. مفيش اي تشكيله تحت غير التشكيله الجامده دي. مفيش، مش هينفع نلعبه خالص كده.
ممكن ارجع للتشكيله القديمه اللي انا كنت بلعب بيها زمان خالص، 4-1-2-1-2 عريضه. ده هيبقى خيار لطيف في الفتره الحاليه، ونعمله كده. وكان ده نطلعه نطلعه بره خالص. يعني مثلا نجيبه بالبدل، ايوه. ونجيب هنا تعال نشوف بس اسعار الار ام والال ام وكده برضو. مش عارف الحركه اللي هم عملوها الغبيه جدا دي. في جنوله مبدئيا ال ام ممكن نجيبه حرفيا هيرخص علينا جامد، فهنشوف ال ام والار ام مع بعض. ال ام ممكن نجيب مثلا ريبري، سعره رخيص بس مشكلته في حاجه واحده، انه عليه طلبات كتير، ففي ممكن نراقب ده. في الار ام ممكن عندها ديابي. ده احنا ممكن نشيل ده. في الار ام في ديابي زي ما قلت لكم من شويه، وموجود في السوق طياره فعلا. ففي لعيبه كتير ممكن نجيبها زي جنولا، وده برشحه جدا ليا عن نفسي. فممكن نجيب اصلا ما نجيبش ار دبليو، ار ام ونخليها بار دبليو عادي. تعالى برضو نشوف قولي لي برضو تحت في التعليقات تغير التشكيله دي ولا يعني اخليها زي ما هي ولا اعمل ايه. برضو في نجولو كانتي، في مليون لاعب حرفيا هنا، حلو جدا. في لاعب ده رخيص، واللعبه دي بتبقى رخيصه جدا بسبب ان مفيش حد بيلعب بسي دي ام حاليا، او مش عارف ليه صراحه، مش متاكد اوي من السبب. الكام مشكلتهم ان هم غاليين قوي، مش عارف ليه صراحه، سعرهم غالي. فممكن نجيب ليتمان مثلا. تعال بقى نشوف التشكيله بتاعتنا كده مثلا هتبقى عامله ازاي. المشكله اللي انا معايا لاعب كتير مش هينزلوا، فالتشكيله دي مش هتنفع علينا خالص بسبب ان اللعيبه كتير اللي معايا السنه اللي فاتت مش هينفعوا ينزلوا، فهتبقى صعبه شويه. فافضل تشكيله ليا عن نفسي هي 4-4-2. بس مشكلتها مش عارف صراحه، فيها اكيد مشكله التشكيله دي، وممكن نجيب ال ام وار ام فقط. فتعال نجربها ونجيب جنولا ونشوفه برضو في التشكيله، ونشوف هتبقى احلى ولا لا. جنولا اهو اول لاعب طلع لي، فبفكر ابيع لاعب صراحه، ابيع ليمار ده صراحه عشان شلني، وانا مش هلعب بيه تاني حتى لو اتشقلبت يا جماعه، مش هلعب بيه خالص. ممكن نجيب جنولا دلوقتي، ايوه يلا بارخص سعر. يلا يا عم جنولا، 4.3 مليون. وريبري خلاص بقى نشيله. يتبقى الار ام سي دي ام فرانك ديساي، مش عاوزينه بصراحه حاليا. ممكن نسيب الار ام بس، يعني ممكن نبقى نشتري بعد كده ار دبليو ولا حاجه. الكام برضو مش محتاجين خلاص كام. ممكن نحتاج سي ام، ايوه محتاجين سي ام اكيد. نشيل برضو اللي احنا مش عاوزينه بس يا جماعه. ده برضو لسه ثابت عليه، انا عايز اشتريه باذن الله. فبس كده ده جنولا. يلا بينا نحطه في تشكيله ونجربه في ماتش وجه لوجه. معلش يا جماعه الطول شويه مننا، بس عشان برجاز التشكيله. ننزل جنولا واجيب وانزل جريلش بدل ليمار، وانزل ليمار احتياط. ايه ده؟ انا قلت برضو في تمام. دي التشكيله اللي هنلعبوا بيها. فيلا بينا بقى نفتح الباكات اللي احنا قلنا لكم عليها من الاول. اول باكه معانا بسم الله الرحمن الرحيم، باكه من 70 ل 94. فيلا بينا اول باكه، وبسم الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. باكه مش حلوه قوي. انا طبعا بقالي كمان يعني 5 باكات كمان، واخد لاعب من 82 ل 94. فيا رب بقى. وبسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا هجمع جواهر وافتحها الباكه اكيد. فيلا بينا. تالت باكه معانا النهارده. برضو الحظ ما ابتسمليش، فاللعيبه دي كلها في الغالب هبيعها، وباذن الله هلعب انا خلف الكواليس عشان اجمع جواهر. فيلا بينا على طول نلعب وجه لوجه. اول ماتش لينا بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو، ويلا بينا على طول. يا جماعه انا لسه ملاحظ دلوقتي ان ال ام والار ام تقريبا بيحسبوهم في الهجوم، مش عارف ليه، والوسط بيحسبوه اللي هو السي امز بس. فالسي امز لازم يكون اقوياء عندنا، فانا بفكر اجيب بيكهام واحطه جنب جيرارد، وهيبقى احسن بكتير، وهيبقى 2 انجليز برضو، فهيربطوا مع بعض حلو قوي. فبقى رشحوا لي بقى برضو تحت، قولوا لي نفس الكلام، قولوا لي ولا لا. وفي مكان الار ام ده باذن الله هحاول اجمع واجيب ديابي زي ما قلت لكم، هيبقى احسن من كيزا اللي احنا كده كده كل اللعبه هتاخده ببلاش.
التشكيله دي حلوه، عندها تكتل دفاعي رهيب، فانا هنعملها دفاع. حلو الولد، حلو منه، بس الحارس كان مستعد ساعتها. والله مع التبديل في اللعبه حاليا اللي هو بيبدل الاشارات بقى غبي قوي، زي ما شفتوا مرضاش يبدل لي عند اللاعب. لعبه غبيه جدا، مش عارف ليه في الاي اي صراحه الغباء بتاعها. بونو يا جماعه، والله بونو حارس قوي جدا السنه دي، مش عارف مدينه اوفر باور قوي. بيلينجهام، يا نهار اسوخ يا بيلينجهام، يا نهار اسوخ يا بيلينجهام. والله يا جماعه زي ما قلت لكم اللعبه فيها مشكله، لا اما من النت عندي بقى، لا اما من الغباء بتاعها. صراحه اللعبه غبيه قوي، التبديل بالذات السنه دي زباله، والاي اي حرفيا متخلف، مش اي اي يساعدك، لا ده اي اي يجيب لك شلل. عرض هنا ديفيز طلع فوق اللاعب، حلو. زي ما قلت لكم برضو الولا ما تبدلش عنده في اللاعب، فانا لو لاحظتوا هتلاقي ديفيز نط فوق اللاعب، لان الولا ما اداش اشاره للاعب ان هو ينط او يعمل اي حاجه، فحرفيا في مشكله فعلا في اللعبه. نفسي اللعبه تحلها، عشان مشكله الاي اي دي صعبه جدا في التبديل بالذات، لا اما انت تبدل لوحدك بقى، فدي حاجه برضو هيكون حل حلو لحد ما اللعبه تحل المشكله الجميله دي. عادي يا جماعه، وجون عادي يا جماعه، بتيجي سهله جدا. كنت عندي يقرف، ولان الولد اداني لايك في الاول فخد لايك. جينولا مش الحلو برضه يعني، او لسه ما جربتوش كويس، فده كان اول ماتش ليا بجربه، فتعال نجربه في ماتش كمان، يعني مش هنخسره حاجه بانه معانا كده هنبيعه، هنخسر فيه شويه فلوس بس عادي. مبدئيا انا محتاج كام اصلا، فمش محتاج جينولا مبدئيا، وغير كده انا لسه هجيب في الار دبليو، هجيب لي لاعب، فتيفيز هيقف في الاحتياط او هغوره في داهيه، ففي الغالب جينولا ممكن يبقى غير التشكيله لاجله، بس مش قوي. جينولا برضو انا بتكلم كلام كتير وبعين عن بعضه، بس المهم ان جينولا حاليا لحد دلوقتي ما يستاهلش ان انا اغير التشكيله عليه ولا ان انا اشتريه اصلا. مبدئيا 4 مليون اللي انا هجيبه بيها دي ممكن اجيب بيها لعيبه كتير تانية غيره، واكتر من لاعب مع بعض، مش لاعب واحد. وغير كده احنا المفروض في اول بدايه اللعبه، فمش مهم تختار الاوفر العادي او اللاعب لمركز واحد طالما تشكيلتك محتاجه مركز في سيريا. انا مشكلتي في ار دبليو، كده خلاص هجيب ار دبليو. على الاسبوع الجاي هجيب كيزا، وفي الكام برضو محتاج كام، وممكن اجيب في الكام هو اللي فعلا ممكن تدفع عليه الفلوس بتاعتك. في السنتر باكس عندي برضو معفنين شويه، في الار بي والسي امز عندي مش حلوين خالص، يعني عندي بيلينجهام وليمار الاتنين حرفيا بيسببوا الاتنين بيلعبوا ضد مش معايا خالص، مش عارف صراحه لحد دلوقتي اعمل ايه، العب بالتشكيله دي ولا اغير التشكيله ولا قاطع. فانا لو طلعت دلوقتي الماتش هينتهي، ده اللي اللعبه حاليا ماشيه بيه، اللي هو لو طلعت الولا رجع. الولا بيلعب بتشكيله سعوديه في الغالب. خد الار 2 ده، حلو الولا بيلعب بس بينج وحش. جريليتش اول مره يجيب ار 2 معايا، فيعني سبحان الله. مبدئيا دلوقتي انا حاسس في جليتش برضو في اللعبه، ان انت لما بتشوط برجل اللاعب الضعيفه الار 2 بيجي، مش فاهم ليه. يعني لو شوطه برجله القويه ما بيجيبهوش، لو شوطه برجله الضعيفه بيجيبه. ده انا لسه مجربه حاليا قدامكم. لو اتفرجت على الحلقات اللي فاتت اكيد هتشوف ان جريليتش شلني، جاب لي شلل سباعي الانويه، فده شلل جديد باذن الله، هو اللي مخترعه لوحده، هو اللي بيسببه لوحده، مفيش اي عامل بيسببه. ده انت عايز تلعب المهاجم بتاعي؟ لا عادي يا صاحبي، انا هرجع لورا مع نفسك. لا حرام عليك، والله يا جماعه الدفاع اللي معايا ده قلت لكم والله الدفاع كله حمير، حمار واحد، حمار اتنين، حمار تلاته. ايه يا عم دي تلاته قافلين على واحد مش عارفين يخلوه ما يشوطش، عارفين والله يا جماعه ده دفاع متخلف ابن المتخلف. خلوا واحد بقى يشتم بقى ويقول كلام وحش كتير كده. حرفيا زي ما قلت لكم من شويه، جينولا ورقميا بكل حاجه جينولا ما يستاهلش ان انت تجيبه، لان انت كده بتاع، هو بيلعب على الزاويه الشمال وانت مش هتلاحظه. فلو معاك 4 مليون عايز ترميهم في الزباله هات جينولا. في ناس دلوقتي هتقول لي جينولا حلو مش حلو،
اللي عاوزه يجيبه صراحة، يعني انا عن نفسي ما شايفه اللي هو ما يستحقش، فانا هخش دلوقتي زي الشاطر، هنرجعه تشكيلتنا زي ما هي ونغوره في داهية. فين التشكيلة؟ تعديل الفريق 3. والله يا جماعة ده افضل تشكيلة، يعني افضل تشكيلة جربتها لحد دلوقتي. طب جنون ده لا يا نهار اسود، ده بيبوظ خالص. ماشي، ارفع ده فوق ونزل ده هنا وشيل ده من التشكيلة خالص. نفس الاوفر. والله يا جماعة لو حد يعرف حارس نضيف كده، يعني حارس بيصد، يقول لي، عشان انا تعبان صراحة من الحارس اللي معايا ده، والله تعبان قوي 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 يعني. يا جماعة، والله يا جماعة لو نجيبه بس فلوس. يعني ماله ده؟ ماكمان، عارفه اللاعب ده، كان بيلعب في ريال اللاعب ده، بايع بأغلى سعر طبعا، 4,750,000. يعني احنا كده تفادانا الخسارة، فحلو جدا. حلو. اللاعب الهبل ده ب100,000، ده نبقى خسران فيه لو بعته يعني. أكتر لاعب متخلف ممكن تشوفه في التاريخ، بيلعب دفاع عليك انت تقريبا، بيدافع من بيدافع عليك انت، غبي اوي. فزي ما قلت لكم كده في الاول، هنلعب ماتشين بس نجربه، او نسيت اقول لكم ممكن. فباذن الله دي كانت تجربه بس اللعب جنولا، وجربت برضو تشكيله جديده معاكم، ودي كانت الحلقه الثالثه من الصفر. وباذن الله الحلقه الجايه نكون خلاص جبنا كيزه، فيا رب، او تقدمنا شويه يعني. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم حطوا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس، ومتنساش تكتب تعليق تقول لي فيه رايك في جنولا والتشكيله الجديده، وهل اكمل بيها ولا العب بتشكيله 4-3-3 هجوميه. فاشوفكم فيديو جاي، ومع السلامه.